Séquence 1, ça tourne. تلالا من العاصمة. من الشمال للجنوب ربي وحد لينا القلوب محبة هذا الوطن مغرب السلم ماشي الحروب. ياسين مرحبا بك معنا في تلالا من العاصمة. الله يبارك فيك. بعد الشارقة تطل من العاصمة. الحمد لله. طيب مشيتي للشارقة وجيتي هنا متوج في مهرجان مسابقة الإنشاد منظمة الشارقة. أعطيني أولا قبل ما توصل للتتويج مراحل هذه المسابقة في المغرب، كيفاش ترشحتي، كيفاش مشيتي، كيفاش كانت الإقصائيات، ما يسبق التتويج؟ وفي حقيقة البروغرام ديال منشد الشارقة بحال أي بروغرام، يعني كيكون كاستينغ، ومن مورا داك الكاستينغ كيختاروا واحد العدد من الناس، مثلا واحد 5 ولا 10 ولا هادي، ومن بعد منها كيتم الإقصاء. الطريقة كيفاش هو أنهم كيمروا لكل بلاد، كيعملوا إعلان على أساس أنك كتجي للكومبيتيسيون، كدوز الكاستينغ قدام اللجنة، كيختاروا واحد العدد، يا إما 10 يا إما 15، ومنهم كيبداو يتريو كل شحال من واحد غادي يبقى معنا حتى الاخر. فكان كل سنه كنبقى انا برمي هذوك 3 سنين وانا كنشارك في الكاستينغ وهذا، فكنبقى دائما وسط هذوك 3. بالاضافه الى ان شيء واحد اخر هو ان ماشي بالضروره انك تحضر الكاستينغ، ممكن تشارك يعني في بفيديو، يعني ممكن تكون مغربي وفرنسا وتربح وتمشي تمثل. وهذا الشيء اللي كان السنه اللي قبل، ماشي بالضروره انك تكون تنقل قدام اللجنه وهذه. فكينتقيو يعني كتكون الصعوبه شويه، ما كتكونش انت معتمد غير على الناس اللي غادي يكونوا، فكيكونوا ناس اخرين عاوتاني غير بلي فيديو هذا عادي زعما. ومن موراها كيعيطوا عليك كيقول لك ودي راه حنا اختارين لك واحد من هاد الثلاثه هادو، واحد من هاد الثلاثه هادو عاوتاني كيقول لك راني ممكن انك تكون معنا، كتصيفط لي بابي ديالك الامور يعني اداريه خاصه بالنزاهه ديال البرنامج. فكيختاروا واحد، ملي كيختاروا واحد عاد كيبدا عاوتاني التصفيات في لي برايم، 3 ديال لي برايم. البرايم الاول، الثاني، الثالث يخضع لمعايير واحده اخرى ديال 60% لجنه التحكيم، 30% ديال التصويت، 10% ديالك انت. فدوامه كبيره، والحمد لله انها سالت بالفوز. انت درتي الثالثه ثابته في هذا المسابقه، الثالثه ثابته وجات من نصيبك. طيب الفتره ديال الاقصائيات ما كانش شيء سهل على ياسين، وجات واحد فتره حرجه ديال المرض. كيفاش تغلبتي على المرض واستمريتي وجبتي الربحه؟ والله لا، انا كنت غنجيب الربحه في السبيطار ماشي الربحه هي اللي كنت غنجي. شوف، شتي ايمانك بواحد الحاجه معينه، وايمان الناس اللي كيبغيوك بانك ممكن انك تأدي واحد العمل معين باحترافيه، كيخليك تقول لا ياسين انا غير نكون ذكي في اختياراتي ونستعن بالناس اللي موسيقيين واللي فنانه وكنوجه لهم تحيه. اكيد انك غادي تخلق للسنه. المرض ديالي سبحان الله في واحد الفتره، يعني في واحد الفتره واحد الزمكانيه مضبوطه في لوبيتال وفي هذا، قلت صافي انا واقيلا غادي نتقصى، لان ما بقيتش قادر نهضر. شو سبحان الله عز وجل من اللطائف ديال الله عز وجل هو ان من المفروض ان السهره غدار الجمعه كل جمعه، فالارصاد الجويه ديال الامارات قالت بان راه ممكن تصب الشتاء ما كتصبش بعدا تما، ممكن تصب نهار الجمعه، فاضطروا انهم يديروا الحلقه نهار الخميس. نهار الخميس باقي فيه واحد شويه ديال الضوء اللي ممكن ادي به، اديت نهار الجمعه ما بقيتش قادر نهضر، يعني 4 ايام ما كنهضرش. فاش سبحان الله غير رضات الوالدين والدعاوي الخير. واش سبق لي ياسين الشهاد انه قبل ما يوصل للتمثيليه عربيه شارك في مسابقات قبل في المغرب؟ نقولوا مثلا في المغرب ما عندناش الانشاد، نقدر ما عندنا تجويد القران كمسابقه يعني كتستوعب بهذا، نقدروا نقولوا الشق الديني، ما كاينش الانشاد عندنا في المغرب. وشوف هو باش ما نخندقوش داك الانشاد، لان حنا هذا العرف اللي عندنا حنايا في الانشاد مرتبط اصلناه مزيان ورديناه مرتبط بما هو ديني، وهو عكس ذلك. والدليل هو ان حتى لي كونديدا اللي كانوا معنا كل واحد كيغني على موضوع يعني
ياسين الشاب كان كيشارك في مسابقات ديال القران بحكم اننا حنا في عائله محافظه، فالناس كتبغي تورينتيك في واحد لو شومان. كيقول لك ودي نستثمر في ولدي يكون انه مقرئ، ولا يكون حتى مادح ما بغاوهاش، حتى منشد ما باغيناش، يكون مقرئ ويكون بحكم اننا حنا في دوله عندها دستور اسلامي 100%. والو خاص ولدي يكون شي حاجه اللي تشرفني، فشرفنا هو انه يكون مقرئ ويكون. المشاركه ديالي في المسابقات كانت ماشي ما كانت في مسابقات كثيره. كانت في برنامج ديال صوتك واصل، وكانت الوحيد يعني من المغرب العربي كامل اللي مؤهل واصغر مشارك. كانت في مسابقات على صعيد المدينه ديالي، مدينه بن سليمان اللي كنعتز بانتمائي ليها. كانت على مستوى الوطني في مسابقه ديال تجويد القران. كانت على مستوى في مسابقات غنائيه، وكنت كان يعني شويه ديال التحايل انني كنختار القطع اللي كنحس فيها وكنرتاح ليها. فكانوا يعني كانت اون بلاتفورم عليها باش توقف عليها باش تكون. وهذه المسابقات اللي كانت على الصعيد الوطني ما كانتش يعني شي وحده ادت للتتويج او على الاقل الوصول لمراحل. لا هو كان تتويج غير الجانب الاعلامي. يعني ملي كتقول انت قناه بحال قناه الشارقه اللي دايره برنامج بحال هكا، راه كتهضر على اون انفستيسمون من الحاكم بشكل مباشر، ومشكور على هذا البادره. فكتهضر على امكانيات ضخمه، وكتهضر على امور اللي ضخمه. سهل انك تبان للناس، ماشي تقصير من الاعلام المغربي، ولكن راه انت ما باينش، يعني ما عندكش منابر فين غتبان. فخصك ربما الربح الكبير اللي حنا ربحناه هو الربح ديال الاعلام. ففي المسابقه كتعطيك واحد الدفع اعلامي. غير ربما المسابقات اللي شاركنا فيها ما كانش عندها ما عندهاش واحد الجانب الاعلامي اللي قوي. هنا نفتح واحد القوس، علاش ما شاهدناش الاستقبال والحفاوه الكبيره ديال الاحتفاء بالعوده ديال ياسين المتوج في مسابقه الانشاد، على غرار ما نشاهده في برامج المواهب الغنائيه من استقبالات ومن حفاوه؟ شوف انا من عند الاعلام او من عند الجمهور. شوف انا باش نقول لك واحد القضيه ونكون زعما صريح. اولا انا كنشكر المنابر الاعلاميه بصفه عامه، لان ما كاينش شي منبر اعلامي ما عيطليش. نعم. وكاين المنابر الاعلاميه اللي ما تشاوروش معايا وهزوا، لا سواء الاخوان في القنوات سواء الاخوان في الجرايد. الاستقبال كان استقبال جميل جدا. ربما غير التفاوت ديال النهار ديال التتويج، كتعرف انت بان الخبر خصو يكون باقي طري. فغير ربما داك الفارق الزمني ما بين التتويج ومن موراها تقريبا ب7 ايام او لا ب5 ايام عاد جيتي، فكاين واحد اللخبطه. اما الاخوان اتصلوا بيا من القنوات، وكاين امور ديال كاين مشاريع عندنا ظهر وتهضر وتتكلم على التتويج ديالك. الاستقبال ديالي كنعتبره استثنائي، ورد اعتبار ما هو انشادي، ما هو فني راقي، لانه كانت فيه منابر اعلاميه، كان فيه وفد رسمي وفد دبلوماسي رسمي من القناه، واللي اول مره في تاريخ المسابقه 10 سنين كيكون وفد مرافق لياسين الشاب. بالاضافه انا زعما كنقول خديت حقي زعما. انا ما كنتش متوقع هادشي، فخديت حقي وزياده زعما. كتشوف ان هذا اللون اللي اختاريتي، علاش اختاريتي انت هذا اللون اللي صعيب؟ علاش ما مشيتيش للون التطريبي وغنيتي هو اللون ديالنا الشحات مثلا، ولا غنيتي واحد اللون التطريبي بعيد على الانشاد؟ هو شوف هو العكس. لا هو العكس. هو غير الاختيار ديالي ما مربوطش بان لا خص يكون هذا ما هو ديني او لا الاسره او لا. اختياري هو شنو كتحس انت، لان اول حاجه غادي تغنيها غتغني شي حاجه اللي كتحس بها انت. فاحنا ما عندناش مشكل اننا نغنيو على مواضيع مختلفه يعني. وكاين في اليوتيوب زعما الياسين غنى على مواضيع مختلفه. كاين عندك انتاجات خاصه؟ كاين انتاجات خاصه، فممكن تغني غير حنا قبل ما نجيو غنينا على الحياه بالمفهوم ديالها، كليب تصور على الحياه، كاين كليب على اليتيم، كاين كليب على الام. فكاين مواضيع مختلفه، غير هي تكون اختياراتنا دقيقه، ماشي غير غاديين. فاختيارات ياسين ما زعما ما مرهوناش بواحد الخلفيه، لا راه خصني نغني لان الاسره ديالي بغات ما هو ديني. لا بالعكس. وربما القادم يعني اختياراتنا المواضيع الجايه اللي كانت ستاند باي محطوطه ومسجله، وهذه غتبين بان حنا بغينا نخلقوا الاستثناء. كما تخلق الاستثناء في الاغنيه المغربيه، خاص يتخلق الاستثناء في لو ستايل المغربي انشادي بالمعايير اللي متواجده حاليا. جميل. كتقول بغينا نخلقوا، عندنا رؤيه. شكون نتوما، شكون الفريق؟
الفريق فيه الإدارة ديال الصفحة، فيه الناس الفرقة الموسيقية اللي مع ياسين، فيه رجال الإعلام اللي كيثيقوا في ياسين، فيه الجمهور اللي كيثيق في ياسين، فيه المدينة، فيه الفنانة، فيه المنتج. هو حاليا بيني وبينك انا كاين لوتو برود بوغ لو مومون يعني هذا شويه تشكال. لا شوف باش نكون زعما منصفين، كاين الناس اللي داعمين بشكل 99%. كاينه اغنيه دابا حاليا اللي من انتاج صديق ديالي، الانتاج والخلاص ديال الموسيقيين والبي ديال الطياره ديالي، وباش هادشي قبل من منشد الشارقه. قبل من منشد الشارقه كاين الناس اللي امنت بياسين وانفيستات المونطون اللي كبير، وتسجل عمل على بلادنا، على المغرب، وخصوصا على الموضوع ديال الصحراء المغربيه، وتسجل وحنا دابا في الاعدادات الاخيره. فكان هو ستاند باي، وربما ديال الارضيه باش انه يبان لنا. كاين عقود، كاين عقود ديال كاين تعاقدات محطوطه، يعني محطوطه هكا. ياسين هاد الكونطرا درسها وفكر فيها، واجي نتناقشوا عليها فكاين هادشي. لا مازال ما قررتش وحيت عندنا نماذج في المغرب اللي نجحات، وكنهضر على الغناء، نجحات بلا شركات الانتاج. فكره مزيانه، الناس تامن بك، كونسيبسيون زوينه، كلام زوين، لحن مواكب العصر وبقالب اللي انت باغي، ممكن توصل بسهوله للناس وتخلق واحد الموجه جديده. وهذا هو اللي هدف ديالي انا شخصيا، خلق موجه جديده في الستايل ديالك. ساتورن طلع من العاصمه. الثاني ديال لقائنا كنتطرقوا فيه لاشياء اخرى ومواضيع اخرى على مسارك. المهم يصير معنا كيفاش نظرة وقراءة ياسين القنوات الدينية، مثلا القنوات التلفزيونية الدينية. صعيب السؤال ديال النظرة والقراءة. اش كتشوف انت كمشاهد انه بلاش نقولوا كمتتبع؟ شوف، هو النظرة ممكن يديرها شي واحد اللي هو يعني ممارس، يعني ولد كمشاهد بالعكس مزيان. احنا غاديين في واحد الخط تصاعدي في البلاد، هذه شي حاجه اللي مشرفه وشي حاجه اللي مزيانه. غادي في واحد الخط تصاعدي، غادي مزيان، ولا عندنا خطاب بسيط كيوصل للناس، فهذا كيسهل علينا. وهذا كل واحد من الجانب ديالو. انا كنمارس الفن، خصو يكون عندي خطاب بسيط باش نوصل لاكبر شريحه معينه. رجال الدين وخصهم يكون عندهم خطاب بسيط باش يوصلوا الناس ديال السلطه، خصو يكون عندهم وهذا هو الخط اللي غاديين فيه، السير اللي غاديين فيه. وربما ملي كتلقى حتى على سلطه في البلاد اللي هو سيدنا، وهذه حتى خطابه بسطو باش يوصل للناس، فهذه شي حاجه مزيانه. كنشوف على ان المنشد ما بقيناش كنشوفوا ديك ليتيكات ديال الجلاب. لا هذا ليتيكات عصريه، دا جون بلوك شبابي، لوك عصري. واش هذا داخل في اطار الماركتينغ مثلا؟ ما يبقاش ديك الصوره ليماج دو مارك. شوف، هو خلينا نهز واحد الشعار ديال اننا التراث ديالنا ابتكار مع الاستمرار. نخليو اننا نبتكروا شي شويه، ولكن ما نفرطوش في الهويه ديالنا. الجلابه والطربوش والبلغا وداك الشيء راه كاينين وحاضرين بقوه، وخصهم يكونوا، واللمسه المغربيه خصها تكون. وهذا هو اللي متواجد دابا حتى في الاغنيه المغربيه ديالنا، وهذه كاين متواجده، نحافظوا عليه. ولكن ما فيها باس اننا نحاولوا نبدلوا في الستايل، نبدلوا في هذه حتى مغربي خصها ضروري تكون. لان كاين ديجا اللي قدنا حنايا عنده واحد الصوره، واحد الخلفيه، غير كيشوف واحد بالجلابه ديالو بالطربوش كيقول لا هذاك الشيء ثقيل. لا كاين، ماشي ما كاينش، داك الشيء بلاصتو. وحنا جيل جديد يحافظ، ماشي ما يحافظش. راه ياسين تا هو الا قلبتي شويه في اليوتيوب غتلقاه جالس مربع في الارض، وجالس قدام الشيوخ ديالو ديال المديح والسماع، وكيمدح وبالطربوش وحاني الراس، وزعما فما نقدروش نخرجوا من هذا الشيء. حتى واحد ما يقدر ينكر الاصل ديالو، لان نقطه القوه ديالنا فين كاينه؟ هو اننا عندنا مجموعه من واحد الزخم من الالوان الموسيقيه ومتناغم مع اللباس ديالنا، وداك الشيء اللي ما يقدر يديرو حتى واحد. حنا نقدروا نغنيو بالخليجي، نغنيو بالسوري، ونغنيو، وحتى واحد ما يقدر يغني بالحساني والامازيغي وما يغنيش بالاندلسي، حتى واحد ما يقدر يغني. فهذه نقطه القوه ديالنا، فما نقدروش نفرطوا فيها زعما. نعم. عربيا كنشوفوا على انه الساحه العربيه يعني كتعرف اسماء كتخصصت في اللون الغنائي الديني، نقدروا نقولوا
انا احذف هذه القضيه ديال الديني زعما ديني قول دينية. هادف تقدر تصنفها في هادف هادف كله داخل في يعني طابع ديني، طابع سلمي، طابع دعوة للسلام ومجموعة تحت المجموعة من المسميات. ألا تعتبر أن هذا السير في هذا النهج هو واحد النوع من الماركتينغ؟ شوف هو ملي كتدخل في واحد العالم ديال انك كتنتج راه كتسنى المردوديه ولا عندك رساله راه الانتاج راه هو العصب الاساسي ديالها. الا ما كايناش اون انفيستيسمون في الاعلام وما كايناش اون انفيستيسمون في الفنان وما كايناش اون انفيستيسمون في اي حاجه في اي قطاع راه ما يمكنش يستمر. انا عندي لحن زوين ولكن راه خصني استوديو مزيان، وباش يكون عندي استوديو مزيان راه خصني موزع مزيان، وباش يكون عندي هادشي كامل راه خصني واحد شويه ديال الاشهار، وباش يكون عندي اشهار خصني شويه ديال الفلوس. فلا ضرر ولا ضرار الا عطيت واحد الرساله زوينه وراقيه ونربح من موراها، هذا ما ينكرو حتى واحد زعما. نقدروا نشوفوا مثلا غادي في توازن، نقدروا نشوفوا ياسين الشهاب ماشي على خطى ماهر زين. اكيد شوف ملي هو شرف لينا ملي كتلقى خصك تعرف واحد القضيه مطلوب في حفلات وفي مهرجانات عربيه وفي التلفزيونات. اكيد شوف حنا عندنا الماده الخام. خصك تعرف واحد القضيه اللي ما كيعرفوش الناس، بان الموسيقيين ربما انا تلاقيت بموسيقيين اساسيين زعما عند ماهر زين في السهره الختاميه اللي كان دايره مغاربه. ملي كتلقى ولاد لانجينيور دو سون مغربي، ملي كتلقى المغاربه وراء واحد الفيدات كبير اللي معروف، كتقول راه حنا ممكن زعما ممكن. شكون اللي كان كيقول بان ياسين ممكن يطلع في انسان في نفس لاسين مع ماهر زين؟ فكيف ما الله عز وجل يسر بحال هكا راه ممكن يسر غير الافكار. فكر وقلب على الاستثناء باش تكون استثناء، هذا ما كان. نعم. طيب الا كنا نشوفوا واحد المساله اخرى كما قلنا في النقاش ديالنا على ما يجري في العالم حاليا، ما يجري في ايران مثلا. كيفاش كيشوفوا ما يجري في ايران؟ انا شوف متابعه الاخبار مثلا، اكيد كتشوف الاخبار كتعرف اكيد الواقع غير عن بعد طبعا. اكيد كيفاش كتقرا المساله ديال ايران؟ شوف هو قراءتي لاي حدث في انا شخصيا زعما قراءه فنان كيتمنى السلام في كل بقاع العالم وكيتمنى الخير في كل بقاع العالم. حنا ربما ما كنفهموش في السياسه او لا ما فاهمينش في السياسه، ولكن كنفهموا في شي حاجه سميتها الارواح والسلام والحب وما كرهناش الناس كامله. فكل مجال عنده ناسه. انا ربما كنفهم في شي حاجه سميتها بغيت غير الناس يكونوا مزيانين يكون الخير زعما في الدنيا كامله، وهذا الشيء علاش حنا كنمارسوا الفن. فخليها الناس خليها لمالها هما اللي يقدروا يديروا القراءه. ممارستك لهذا الفعل الفني اللي كيندرج في اطار الافخانات الانشاد، عنده شي اقتناع او قناعه بما ياتي وما جاء في مبادئ مثلا حزب العداله والتنميه المغربي مثلا؟ هل انت مثلا مساند لهذا الحزب؟ هل مع الحزب في توجهاته وافكاره؟ تقريبا نضرب واحد الخيط رفيع ما بين الامرين. لا ضربته بكرده ماشي شوف انا شخصيا زعما انا كنعتبر نفسي باني جاهل فيما هو سياسي يعني، وكنحمد الله بانني جاهل فيما هو سياسي، وكيعجبني الحال من لامنيتي في المجال السياسي. خليني نوسع معك الرقعه ونقول لك بان ما امارسه يتناغم مع الهويه الحضاريه الاسلاميه المغربيه. خصك تعرف باننا احنا في بلاد في اماره المؤمنين. وهادشي اللي كنمارسو راه يندرج فيما هو بلاد اللي فيها الدروس الحسنيه في رمضان وفيها جائزه محمد السادس الله ينصرو، فيها قناه ديال عادي يعني. انا ما خلقتش زعما الاستثناء، انا خارج من واحد البلاصه اللي هي اصلا يعني عندي هويه يعني، فماشي بشرط اننا نلصقوها في واحد القطاع معين او بواحد التيار معين. بالعكس هذه المغاربه كاملين. احنا دخلنا بجانب المواطنات فقط. لا انا ما نقدر ماشي بجانب هذا الشق الديني ديالنا او الانتماء. لا انا كنظن بالله عادي انا مغربي عادي انني نمارس هذا المجال لانه داخل في اطار انني في بلاد مسلم زعما. نعم. شنو مدى حضور ياسين في الاعلام يعني الوطني اللي كيهتم بالمسائل الدينيه بحال القناه السادسه محمد السادس القران، القناه السادسه انت حاضر في هذه المنابر كتطل من خلالهم؟ هو كان تواجد ربما تواجد غيزيد، لان هذه طبيعه معادله طبيعيه جدا، هو انك ملي كتحقق الانتاج وكتحقق واحد الانجاز عادي انك كتكون بحال اللي انا حضرت معك وربما كنا ما تواصلناش، فملي كتحقق واحد الانجاز تسلط عليك واحد الاضواء معينه باش تقول فوالا انا راني واحد من ازيد من 42 مليون ناس، واحد صحيح.
فكاين اصوات اكثر واحسن وافضل من ياسين كتسنى الفرصه ديالها، انها تبان. غير ربما قضاء الله عز وجل قدره حاليا يعني انه يبان ياسين حاليا باش يقول فوالا انا كنمارس واحد المجال معين وعندي واحد الانجاز معين، فما هو غناء في واحد لو ستايل معين، ماشي انشاد ديني، غناء في واحد لو ستايل معين، والقادم احسن ان شاء الله. هذيك الجائزه قيمتها الماديه واش تستثمرها في انتاج فني ولا تخليها لدوير الزمان؟ عطيتها للوالد والله ما شفتها انا بعدا، انا ما شفتهاش كاع، ما شفتهاش والله، حتى ملي كنت تما صافي قلت له دوز، لان الربح الكبير هو الحب ديال الناس، زعما بصراحه زعما الحب ديال الناس الاهتمام اللي كان انا زعما ما كنتش متوقعه لا من سوى السفير ديال المغرب اللي كنوجه له التحيه وكان استقبال جميل جدا في السفاره، ولا القنصل اللي حضر للسهره، لا العامل سيدنا بن سليمان اللي حضر السهره الختاميه مع الاخوه الاعلاميين مع الاخوه جميع الاطياف حضروا باش يتفرجوا في ياسين كمغربي هاز الدرابو ديال البلاد. واش غادي نقول لك، انا ربحت بزاف، فكنحمد الله عز وجل انني ربحت بزاف من مورا هاد المنشد الشريقه. اهم حاجه ربحتها هو واحد الفوز اللي كان لي الشرف انه نهديه لسيدنا الله ينصرو، ونهديه اللي هو اعلى سلطه في البلاد والفنان رقم واحد، ونهديه لكاع القطاعات اللي مهتمه بالفن واللي ما مهتماش بالفن. فسي بوغ سا كنقول انا ديال المغاربه، وبغيت انجاز يكون محسوب للمغاربه والدرابو للمغاربه واهداء الجاليه المغربيه ولكاع الناس، فهذا شرف زعما، هذا ربح كبير كنحمد الله عز وجل عليه. Séquence 1, ça tourne. Clé-là, la c'est